السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة مميزة جدا. النهاردة هنتكلم عن بقيع مصر او البقيع الثاني. طب ما تيجوا نشوف الحكاية بتقول. كلنا عارفين بقيع الغرقد، وهي المقبرة الرئيسية للمدينة المنورة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عمرك سمعت عن بقيع؟ معلومة ممكن تذهلك إن مصر فيها بقيع ثاني مدفون فيه حوالي 5000 من الصحابة و70 من الصحابة اللي شهدوا غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحديدا موجودة في قرية البهنسة في المنيا. البهنسة دي قطعة نور في أرض مصر، سقط على ترابها آلاف الصحابة الشهداء، واحتوت أرضها أجسادهم. طب ما تيجوا نشوف الحكاية بتقول. الحكاية يا سيدي إن بعد ما عمرو بن العاص فتح مصر سنة 21 هجريا وفتح كل حصون الرومان في الشمال، استأذن عمر بن الخطاب في استكمال فتح حصون الجنوب لفتح صعيد مصر. كان أقوى حصنين وقتها للرومان هما حصنين، حصن البهنسة وحصن أهناسيا. وفعلا أرسل سيدنا عمرو جيش لاستكمال الفتح، وهنا دفع الرومان بكل جنودهم لحصن البهنسة، لأن سقوطها يعني سقوط الصعيد. ودارت المعركة وانتصر المسلمين، وارتقى جيش المسلمين 50 شهيد من الصحابة الأجلاء. ومن أشهر الصحابة المدفونين في البهنسة هم زياد بن أبي سفيان بن حارث بن عبد المطلب، سليمان بن خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن أبي بكر، الحسن بن زين العابدين بن الحسن بن علي بن أبي طالب، محمد بن أبي زيل غفراي، محمد بن عقبة بن نافع، علي بن عقيل بن أبي طالب، جعفر بن عقيل بن أبي طالب، القعقاع بن عمرو. انت تتخيل ان الاسماء دي مدفونة على مسافة قريبة كده منك، وان قطعة الارض دي قد تكون على بعد دقائق او ساعات قليلة من بيتك، بتحوي اجساد حفيد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وابن سيدنا خالد بن الوليد، والقعقاع بن عمرو رضي الله عنهما وارضاهم، الذين قيل فيه لا يهزم جيش في القعقاع. طب بقى ليه سموه البهنسة يا سيدي؟ يقال إن البهنسة كان بيحكمها أيام الرومان حاكم اسمه بطليميوس، والباشا ده كان بيحب فتاة ذات الحسن والجمال. من شدة جمالها أطلق عليها اسم بهاء النسا، والله بهاء النسا، ومن هنا اتحرف الاسم للبهنسة. أرض البهنسة دي مش بتنتهي عظمتها عند اختضاد لأجسام الصحابة الأجلاء، ده كمان كانت قلعة من قلاع صناعة الغزل والنسيج في العصر الإسلامي، ومنها كانت بتذهب كسوة الكعبة الشريفة إلى مكة المكرمة في العصر الفاطمي. كمان فيها قبر السبع بنات اللي ليهم قصة عاوزة فيديو لوحده، لأن مصر كلها تسمع السبع بنات وما تعرفش ايه قصتهم. وعلشان البهنسة تبهرنا أكتر وتكمل عظمة التاريخ، ففيها كمان شجرة السيدة مريم العذراء، والتي يقال إن السيدة مريم والمسيح عيسى بن مريم عليهما السلام ويوسف النجار جلس تحتها في رحلة العائسة المقدسة إلى مصر. وبكده نقدر نقول إن حلقتنا انتهت. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة، ولو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها بشوية معلومات قد كده، يا ريت نعمل لايك واشتراك وكومنت في القناة، وتبعتوا الفيديو لاصحابكم كلكم عشان كلهم يستفادوا. ما تبقاش بخيل في المعلومة، وما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في كل مكان. وبس كده، كان معاكم ملك اسلام من قناة الحكاية بتقول.